حبايب قلبي خلاص خلصنا الفراخ الروعة الجميلة بتاعتنا. عايزين بقى نشوف الفراخ بتاعتنا دي لما نغرفها هنغرفها ازاي وهيبقى شكلها عامل ازاي. اقسم بالله الريحة ما قادرة اقول لكم الريحة عاملة ايه. هنجيب الطبق بتاعنا الجميل ده ممكن تقطعوا جنبيها ايه شيبسي بقى. انا ما فيش شيبسي فما فيش مشكله. تمام. تحطوا بقى الطبق كده شيبسي، تحطوا بقدونس براحتكم، تحطوا ايه زي ما انتوا حابين يعني. تمام. نبدا بقى ايه اغرف بقى الفراخ بتاعتي. شويه صوص على الفراخ، بصوا جبار 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 كده حبايبي. اغرف الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا الهدف الرئيسي ان الفراخ بتاعتي تبقى يعني مستويه، وانا عايزه الصوص مش عايزاها تبقى ناشفه. انا مش عايزه الفراخ تبقى ايه ناشفه. فانا هحط الفراخ بتاعتي كده بالطعامه والجمال ده وكده. الفراخ ما شاء الله الريحه، وصدقوني ريحه الروزماري في قلب الفراخ بتدي يعني الفراخ بتوديها في حته جميله قوي. تمام كده حبايبي. الفراخ بتاعتي مستويه، استوت وما شاء الله ما شاء الله، يعني مفيش اطعم من كده. شكلها جميل، ريحتها روعه. عملناها بطريقه سهله وبسيطه وشويه مكونات بسيطه، بس طلع معانا احلى فراخ ممكن تعملوها. كده حبايبي الصوص بقى بتاعنا بتاع الفراخ اهو. احط بقى الصوص كده زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجه عندي شويه الصوص دول يعني بالفراخ كلها، شويه الصوص اللي هم نازلين من الفراخ دول، او الصوص اللي احنا عملنا بيه الفراخ اهو. يعني مش قادره اقول لكم على الطعامه بتاعتهم والجمال الريحه بقى. يعني عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، الريحه رهيبه 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 كده حبايب قلبي. خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده ما شاء الله ما شاء الله. وصفه فراخ مفيش بعد كده. جربيها وان شاء الله رب العالمين هتدعي لي لو جربتيها بنفس الطريقه بتاعتي كده. هتجربيها. انا طبعا الفراخ شايفين عامله ازاي. الفراخ بصوا مستويه تماما اهو، يعني مش محتاجه حاجه خالص. تمام كده كده حبايب قلبي. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا جرس حبايب عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم بألف خير.